اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الفطار يعني حلو وبسيط ان شاء الله وخفيف كده على قلبنا. بصوا معانا بقى هنا فرخة، حطها في محلول الأول وببيتها فيه. حطيت لتر من المية وحطيت نص كوباية من الملح، وحطيت مثلا بتاع 3 معالق سكر، حطيت نص كوباية من الخل وليمونتين، وادوب بقى كل الحاجات دي في بعضيها، واحط بقى فيها الفرخة واسيبها كده لتاني يوم. عايزة تسيبيها ساعتين 3 4 براحتك، انا بيتها فيها عشان ايه؟ تنزل كل بقى الزفارة وكل اللهم صل على النبي، كل بقى الحاجات بقى الشوايب اللي فيها والحاجات دي. بصوا هنا حتى هتلاقوا المية بتاعتها لونها فاتح لسه، ما ولا فيها دم ولا فيها اي حاجة من الكلام اللي احنا هنشوفه تاني يوم بقى او بعد ساعتين. الطريقة دي حلوة جدا وبتطري معانا الفرخة، بتسويها من جوه وبتبقى شكلها حلو اوي. هنا بقى عدينا تاني يوم وخلاص بقى، وعملنا الفرخة وسيبناها في المحلول واتنقعت وبقت تمام التمام. بصوا بقى الفرق بين المية من بالليل لحد الصبح بقت عاملة ازاي. الشوائب كلها بقت رهيبة، والمية بقت الدم اللي فيها بقى خلاص، اي زفارة واي دم واي اي حاجة خالص في الفرخة مش هتلاقوها ان شاء الله. يلا بقى نغسل الفرخة كده ونشوف ايه، ونبدأ بسم الله. جينا بقى هنا عندي الحوض، تمام. طبعا الحوض ده بيتغسل بخل وليمون وملح وحاجات كده بقى عشان الزفارة والحاجات دي. انا بحب هنا اشيل الجلد طبعا، واحنا قلنا قبل كده بشيل الجلد وبحطه فين؟ للفراخ بقى. طبعا من ساعة ما الفراخ غليت بقى والقطط اتظلمت معانا كلنا يعني. بحب انا اقطع الفرخة، بجيبها نصين زي ما احنا شايفين كده، وانا بقى بقطعها على مزاجي. باخد بقى هنا بقى ممكن يعني تقسمي الفرخة على زي ما انت عاوزة، على 10 على 12 على 8 براحتك. انا هشيل من الفرخة دي، هشيل منها صدر وهشيله في الفريزر عادي. ممكن نعمل منه وجبة تانية، مفيش اي مشكلة طبعا. يعني الغلا بقى والحاجات اللي احنا فيها دي، يعني ربنا معانا يا رب ويرحمنا جميعا ان شاء الله. انا شلتها كده في الفريزر. الصدر اللي احنا شفناه ده ممكن اعمل منه مكرونة بشاميل بالشاورما. ممكن اعمله كده مكعبات صغيرة كده وجنبه شوية بطاطس وشكرا الحمد لله يعني. بس كده. هنا بقى انا هقسم الفرخة، هقسمها بقى زي ما انا عاوزة، اقسمها على 6، اقسمها على 8، اقسمها زي ما احنا عايزين، واغسلها كويس. او اهم حاجة بقى بنشيل الجلد علشان التتبيلة تتشرب منها كويس قوي وتبقى ايه، حلوة قوي. وبصوا بحب انا بقى استخدم المقص واستخدم السكينة وانا بنضف الفرخة، عشان بتجيب اي حاجة، اي جلد، اي مزلقة، اي حاجة في الفرخة بتنضف ان شاء الله وبتبقى حلوة جدا. انا بص رحت البيست بادي بقى علشان ايه، الجلابيه عماله تنزل وتطلع وتنزل وتطلع، فايه خلينا كده براحتنا احسن. يعني ان شاء الله رب الفيديو يعجبكم وكده بقى. بصوا لايك. ده يوسف. بس يعني يوسف عمال يضايق فيا فايه، بقى يوسف على جنب. نرجع تاني ونقول بنعمل ايه بقى. بنعمل بقى الفرخة كده. بص انا بحب اشيل اي حاجة فيها من جوه كده، زي اللي هو الحاجات اللي عاملة زي الكبدة والحاجات دي مش مستحبة يعني انها تتاكل. يعني هي مش كبدة اساسا، هي معرفش، هي حاجة كده زي الفشة بقى والحاجات دي للفرخة على فكرة، عادي ليها فشة عادي مفيش مشكلة. ف انا هنا غسلتها وطبعا نقعتها بالخل وكده، ودي الصدر اللي احنا شلته منها وحطيته هحطه خلاص في الفريزر. تعالوا بقى نعمل التتبيله الجامده بتاعه الفريخ. هنحط معانا هنا بقى جزرايه كبيره او جزرتين صغنطتين، بصلتين برضو صغيرين، طماطميتين او قطيتين صغيرين، وواحده فلفله رومي او اخضر او زي ما انت حابه او الوان يعني، او عايزه تحطي معاهم قرن سبايسي كده تمام مفيش مشكله، بس لو مفيش اطفال. وحطي بقى الكلام ده كله في الكبة، وحط طبعا اهم حاجة ليمونة او ليمونة زي ما بنقوله يعني. وبعد كده بقى نحط بقى التوابل اللي هي بقى نحط فلفل اسمر، توابل فراخ، 7 بهارات، نحطي كمون، ملح طبعا، نحطي فلفل اسمر، اللهم صل على النبي، نحط مرقة دجاج زي ما انت حابة، والملح بقى وكده. طبعا التتبيلة دي جامدة جدا. ممكن بصي برضو يعني تسيبيها اقل حاجة، مثلا اقل حاجة يعني ممكن تعمليها ساعتين اقل حاجة عشان الفرخة تشرب من التتبيلة. ويا سلام بقى لو بيتيها بقى فيها تبقى تحفة تحفة تحفة، 3 تحفة.
حطينا خلاص، ضربنا هنا الخلطة دي كلها زي ما احنا شفنا. هنحط بقى طبعا اهم حاجة تحطي شوية زيت، ادي 3 مثلا ايه 3 4 معالق كده من الزيت، معلش يعني. ونحط بقى فيها الفراخ ونقلبها كده، نشرب التتبيلة من الفراخ. قلب بقى كله، طبعا لو في جوانتي يعني جلافز او حاجة زي كده نقلب براحتنا بقى تبقى احسن. ونسيب بقى الكلام ده كله ساعتين. خلاص كده سيبناهم مثلا ساعتين. وهنا طبعا انا جبت هنا صاج وحطيت عليه فيه، اللهم صل على النبي، حطيت فيه ورق زبدة او ورق فويل لو انت عايزة. والشبكة ديت ندهنها بالزيت، ونرص عليها الفراخ زي ما احنا شفنا بالشكل ده، ونحطها بقى في الفرن من اول 10 دقايق من تحت، وبعد كده نرفعها فوق. بس كده. تعالوا بقى نعمل هنا ايه القلقاس. القلقاس ده بقى بصوا، وطريقة السلق دي حلوة جدا 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 وسهلة قوي، وهتعتمدوها والله ان شاء الله، يعني هتحبوها، وممكن تخزنوها كمان في الفريزر. بس معانا هنا بقى 3 حزم من السلق، ومعانا برضو حزمة شبت وحزمة كزبرة. بس هنعمل الورق كده، هنخرطه يعني او هنفرطه كده زي ما احنا شايفين كده، يعني سليم زي ما احنا شايفينه. وغسلته وصفيته كويس قوي، واحطه بقى في صينية من غير اي دهون ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. بصوا هو هيهبط دلوقتي براحته، وهيبقى قليل قوي زي ما احنا شايفين كده. ما تخافوش خالص. ويا ريت برضو يعني يفضل نعملها في حاجة تيفال، حاجة ما بتلزقش، عشان يعني ناخد اكبر كمية منه. هنحط هنا بقى 3 معالق من السمنة كبار كده حلوين. تمام. عايزه تحطي سمنه على زيت ماشي. انا هنا حطيت، كنت مخزنه القلقاس دوت. حطيت ميه بسلقه فيه زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. تمام. وافضل بقى ايدي باستمرار بقى، اول ما حطيت السمنه ايدي باستمرار في قلب السلق كده، عشان ما يلزقش ولا يشيط ولا يتحرق ولا من جنب يبقى تمام وجنب لا لا. بعد ما هبت كده وخلاص، حطيت حزمه من الشبت وحزمه من الكزبره، واقلب برضو زي ما احنا شايفين لحد ما نحس ان هو كشكش كده في بعضه. وانا هنا برضو مخزنه توم في الفريزر، حطيت هنا مثلا بتاع ايه 3 معالق برضو توم. ونقلب كل الكلام دوت كده. وانا طبعا السلق خلاص اتسلق، وانا حطيته صفيته وغسلته بميه عادي من الحنفيه وبيتصفى دلوقتي. تمام كده. يلا بقى نعمل الرز برضو، واحنا بنعمل السلق على ما يهدى ونضربه في الكبه، هنشوف هنعمل فيه ايه. حطيت هنا بقى شويه من السمن وشويه من الزيت، وحطيت بقى شعريه على حسب ما انت عاوزه، نص كيلو مثلا على نص كيلو رز هيبقى حلو قوي. وطبعا نص كيلو هيبقى كده كيلو، لانك انت حاطه نص شعريه ونص رز. انا كده هطفي على خلاص بقى على السلق، عشان هو خلاص كده كشكش معانا زي ما احنا شايفينه ومتحمص يعني بقى. شبيه كده ان هو متحمص وخلاص، خلاص جاهز يعني. وهنا خلاص بقى الرز الشعريه خلاص اتحمرت. حطيت انا مكعب من المرقه، وحطيت نص كيلو من الرز، واقلب كده، واحط رشه من الفلفل الاسمر مع الميه. ونحط الملح بتاعنا ونخليه لحد ما ياخد غلوة، ونوطي عليه اما يتشرب. وبس كده. يلا بقى نعمل ايه، نشوف هنعمل ايه في السلق. جبنا هنا الكبة معانا، وبصوا هنحط فيها الكمية كلها. بصوا انا عايزاكم تعملوه في الحلة او صينية، او تكون حلة كده ما بتلزقش، عشان تستفادوا بالكمية كلها. لو ألمونيا هتلاقوا الدنيا اتهدرت خالص، والسلق اغلبيته لزق في الحلة او في الصينية اللي مش تيفال او مش بتلزق. حطينا هنا، حطيت كوباية مية على الكمية اللي احنا عملناها دي، على لما يعني الشوربة. لو هتحطيه في الفريزر لا، بلاش تحطي الشوربة وتسيبي الشوربة، لا، لان الشوربة طعمها بعد كده بيبقى متغير، مش هيبقى حلو ولا هيعجبك. انما المية عادي، المية بتعيش عادي مفيش مشكلة. لما انا بقى هستعمل هنا، هقسم ده كله على 3 مرات. هاخد منه كيس اللي هو هحطه في الطبق قدامكم دلوقتي. وفي كيسين هحطهم في الفريزر. تمام مفيش اي مشكلة، استعمال بقى زي ما انت حابة. نذكر ربنا كده ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. و... ونشوف بقى. هنا بصوا انا حطيت هنا بقسمهم على 3 اكياس يعتبر، بس الكيس التالت ده انا هاخده استعمل بيه القلقاس اللي انا هنعمله مع بعض دلوقتي. تمام كده. والله يعني حاجة سهلة وبسيطة، وانت اللي عاملاها بايديكي. وبصي رمت معانا قد ايه، كوباية مية حطيناها على الكمية ديت، ورمت معانا ما شاء الله 3 اكياس وحلوة قوي. دول في الفريزر بقى، ونستعمل الكيس التالت يعتبر في ايه، في القلقاس ده.
هنا حطيت ميه يا دوبك بتاخد غلوه، حطيت فيها ملح، حطيت فيها فلفل اسمر طبعا لو عندك شوربه غنيه عن كل ده. وهنا الرز خلاص اتشرب وانا وطيت عليه. يبقى كده حطينا ايه في الميه؟ هنا حطينا ملح وحطينا فلفل اسمر. عندك مكعب مرقه من الدجاج تمام حطي، عندك مرقه لحمه تمام حطي برضو. ونحط بقى هنا السلق اللي احنا عملناه. طبعا خدي بالك ان هو لما كل ما بيغلي بيتقل عادي، بيبقى حلو قوي وهتوصلي للقوام بتاعه الحلو. حطينا عليه القلقاس. تعالوا بقى نبص على الفراخ قبل ما نقدم الاكل بتاعنا او الفطار بتاعنا. بصوا جميله ازاي وخدت لون وبقت تمام التمام وحاجه كده تحفه. يلا بينا بقى نقدم الفطار بتاعنا بألف هنا يا رب. يعني بصوا بقى، شايفين الفراخ شكلها عامله ازاي، شايفين الرز، شايفين السلق، يعني كل حاجه ما شاء الله. القلقاس قصدي. كل حاجه حلوه جدا وبايدك انتي وسهله ان شاء الله وخفيفه. وطبعا المحلول اللي احنا عملنا فيه الفراخ خلاها بقت حلوه قوي 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 وشربت التتبيله بسرعه. وبس كده كده نهايه حلقتنا بقى او نهايه الفيديو بتاعنا. ويا رب يكون خفيف على قلبكم ويكون الفيديو عجبكم. واتمنى بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها. ويعني مش عارفه. وطبعا يوسف افندي عاوز يقول لكم ايه؟ اعملوا ايه؟ اعملوا لايك. اعملوا لايك. تمام ماشي. واتمنى رب اكون خفيف على قلبكم ان شاء الله. ويكون بقى الفراخ الجميله دي عجبتكم لانها كانت تحفه جدا اخر حاجه يعني بصوا احسن من بره بكتير والله العظيم. وحاجه بايدك انتي وحاجه انتي عاملاها وكده. اشوفكم بقى في وصفه جديده مطبخ ام جنى. اقول لكم السلام عليكم.